السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض سندوتشات شاورما. مش بتحتاج لتتبيل ولا حاجة، بتتعمل على طول. تنفع قوي للعشاء، تنفع للغدا. وصفة جميلة وهتعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجة حطوا لايك للفيديو. لو اول مرة تشوفوا القناة اعملوا سبسكرايب للقناة. معانا هنا طاسة هنحط فيها شوية زيت ونسيبهم يسخنوا قوي. واول ما الزيت يسخن هننزل باللحمة بتاعتنا. انا جايبه هنا لحمه مقطعاها تقطيع شاورما. تمام، انا عايزه الزيت سخن جدا عشان اسمع صوت الطشه بتاعه اللحمه، عشان تاخد صدمه. هو ده كده الصوت اللي انا عايزه اسمعه. تمام، وبقلب اللحمه لغايه ما تاخد لون من جميع الجهات. اللحمه دي يا جماعه زي ما قلت لكم مش متبله ولا اي حاجه. هحط هنا بقى دي توابل شاورما انا جايباها من عند العطار. تمام، وهحط بعد كده فلفل اسود شويه حلوين كده. بعد كده نحط بقى ملح. عايزه اقول لكم ان الشاورما بالطريقه دي بتطلع طعمها جميل جدا، ومش بتحتاج تتبيل ولا وقت ولا اي حاجه خالص. هقلب بقى التوابل كده والشاورما مع بعض واللحمه. تمام، بفضل اقلب فيها كويس. لو عندنا بقى حته ليا يا سلام، لو حطينا معاها حته ليا بتدي ريحه حلوه قوي، بس انا ما كانش عندي فما حطيتش بصراحه. بفضل اقلب فيها كده لغايه ما تاخد لون من جميع الجهات. واول ما بحس ان اللحمه خلاص بدات تاخد لون هنزل بقى ببقيه المكونات معانا. هنا معايا بصلايه انا مقطعه قطع صغيره. اللي حابب يقطع جوليان يقطع، بس انا بحب في الشاورما اقطع الحاجه قطع صغيره. هنقلب البصل كده شويه لغايه ما البصل يدبل. واول ما البصل يدبل هننزل ببقيه المكونات معانا. اول بس نحس ان هو بدأ يدبل كده هنزل بقى بالفلفل. ده فلفل رومي، لو انتوا عايزينها سبايسي ممكن تحطوا كمان فلفل حامي معاها. تمام، هقلب برضو شوية كده. بعدين بقى ايه، اكون مجهزة طماطم برضو متقطعة صغير. بس هستنى بس ايه اقلب شوية عشان الفلفل بياخد سوا عن الطماطم. تمام، بعدين بقى هنزل بالطماطم. بصوا وصفة الشاورما دي سهلة جدا 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 وسريعة. ما بتكملش نص ساعة، ولا بقى محتاجة اتبل اللحمة واسيبها في التلاجة ولا الكلام ده. وطعمها تحفة، هتعجبكم جدا. جربوها وما تنسوش تقولي رأيكم ما تجربوها. هقلب بقى كل الحاجات مع بعض، وهحط شوية مية واسيب الشاورما تستوي كده مع نفسها. وعقبال ما الشاورما تستوي هنعمل سلطة الطحينة بطريقة برضو سهلة جدا وبسيطة، وهتعجبكم ان شاء الله. معانا هنا معلقتين طحينة وحطينا عليهم شوية كمون، وبعدين شوية فلفل اسود وملح. ملح طبعا حسب الكمية. دي توابل بطاطس تدي طعم حلو لسلطة الطحينة. لو عايزينها سبايسي برضو بنحط شوية شطة ومعلقة خل. واقلب بقى كده كل ده مع بعض. ببقى مجهزة معايا كوباية مية عادية من الحنفية، مش مية سخنة ولا حاجة. وازود المية شوية بشوية. انا طبعا مسرعه لكم الفيديو. نزود المية شوية بشوية لحد ما تدينا القوام اللي احنا عايزينه. انا عاملاها خفيفة شوية عشان تبقى حلوة في الساندوتشات. بصوا ده قوامها كده اهي. كده سلطة الطحينة خلاص تمام معايا. بصوا هنا بقى الشاورما كانت استوت اهي. انتوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ مش قادرة اقول لكم بقى الريحة. بحط معلقة خل صغيرة كده. والمفروض نحط شوية بقدونس صغيرين، بس انا مكانش عندي بقدونس، فهي كده تمام بالنسبة لي قوي. نعمل احلى سندوتشات شاورما. جربوا الوصفة، ولو عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير. ولو اول مرة تشوفوا القناة اعملوا سبسكرايب. يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.